نصيحة حسن شحاتة الأخيرة للاعب الأهلي ومارسيل كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم الكبير حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا في تصريحات خاصة نقلها موقع أون تارجت الرياضي منذ قليل، ووجه رسائل غير متوقعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي. قال المعلم حسن شحاتة: النهاردة الأهلي عنده مباراة مهمة مع الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، ولازم الكل يكون مركز كويس قوي. فريق الرجاء محترم جدا وعنده لعيبة كويسين خاصة في الجانب الهجومي. دفاع الأهلي هيكون في امتحان صعب النهاردة أمام سلاح الهجمات المرتدة للرجاء المغربي، وكلنا عندنا ثقة كبيرة في عبد المنعم ومتولي وياسر. إن شاء الله هيكونوا في الموعد كالعادة، وأكيد مارسيل كولر محضر لعبته للماتش كويس. هو راجل شاطر جدا في الفنيات وإدارة الماتشات الكبيرة. أتمنى إن اللعيبة تنفذ تعليمات الراجل ده بالحرف داخل الملعب. وعاوز أوجه رسالة لمهاجمي الأهلي باستثناء كهربا، الكلام ده بعيد عنه تماما. هو أثبت للجميع أنه هداف بدرجة امتياز في المباريات الأخيرة، إنما باقي خط هجوم الأهلي أنا طالب منكم حاجة واحدة بس: الفرصة اللي تجيلك في الماتش لازم تخلص منها بهدف، لأنها صعب تجيلك تاني، وبالذات في الماتشات دي. وإن شاء الله الأهلي يعدي بالمباراة لبر الأمان ويوصل لنص نهائي البطولة.